تخيل كده تصحى يوم تلاقي حياتك كلها اتشقلبت. شريك عمرك مات فجأة وسابك لوحدك مع 2 عيال، لا عارف أولهم ولا آخرهم ولا فاهم في التربية أساسا. بس تكتشف إن مراتك كانت سابقاك بخطوة، سايبالك كتالوج كامل، فيديوهات بتشرح لك تتصرف ازاي مع ولادك بعد ما تمشي. ده مش فيلم، ده مسلسل اسمه كتالوج. وصدقني هو مش مجرد دراما، ده صفعة إنسانية على الوش. أهلا بيكم يا جماعة في فيديو جديد. النهاردة جاي أكلمكم عن واحد من أهدى وأجمل وأكتر المسلسلات اللي أثرت فيها شخصيا. مسلسل كتالوج اللي نزل مؤخرا على نتفليكس. ده مسلسل مصري قصير بس تقيل في معناه ومشاعره، وخليني أحكي لك القصة من أولها كأنك عايشها معايا. في البداية البطل اللي عندنا اسمه يوسف، بيقوم بدوره الممثل محمد فراج. ده رجل أعمال مشغول على الآخر، مش شايف ولاده أصلا، كل حياته شغل وفلوس وسفر. وفجأة الصدمة، مراته أمينة اللي هي رهيمة عبد الغفور بتموت فجأة. يوسف بيتلخبط، بيضيع وبيتساءل هعمل ايه، انا مش عارف اتكلم معاهم حتى. بس المفاجأة مراته سايباله حاجة غريبة جدا، قناة على اليوتيوب اسمها كتالوج أمينة. طبعا هو كان عارف ان هي عاملة القناة دي، بس كان عمره ما شاف فيديوهاتها. اه والله قناة فيها فيديوهات بتشرح له كل حاجة، لو بنتك زعلت تعمل ايه، لو ابنك اتخانق في المدرسة تتصرف ازاي، لو العيال مش طايقينك تبقى انسان قبل ما تبقى اب. يوسف بقى كل يوم يصحى يشوف فيديو لأمينة، يسمع صوتها، يمشي ورا اللي بتقوله كأنها لسه معاه. بس في الأول الدنيا كانت مكلكعة، العيال مش قابلينه وهو نفسه مش قابل نفسه. في بنت كبيرة اسمها كريمة عاقلة شوية بس زعلانة، وفي منصور الصغير حنين وبيطلب حب. وعلشان يوسف يقدر يقرب منهم بيجيب مساعدة من هويدا اللي هي مدرسة في المدرسة بتاعت ولاده. مش سهلة خالص، وبيظهر دورها يوم ورا يوم. وكان أم هاشم اللي هي سماح أنور، ست كبيرة بتمشي البيت زي الساعة. المفروض إن هي جاية ناني للأولاد، بس أصبحت ناني للبيت كله، وبتبقى حتة من العيلة. وفي مواقف بتقطع القلب، كل حلقة فيها لحظة كده تلاقي قلبك وجعك وانت بتضحك. مرة العيال بيحضروا العيد الأم وهو مش عارف يفرحهم ولا يعيط. مرة منصور بيقول له هو ماما راحت فين، ليه مش بترجع. تخيل الإحساس ده. وفي لحظة تانية بيشوف مراته وهي بتتكلم عن الخوف اللي بيجي للأطفال لما أبوهم يبعد عنهم، وساعتها يوسف بيعيط وكل المشاهدين كمان. وفي لحظة تحول مع الوقت، لما يوسف مش بس بيتعلم يطبق اللي في الفيديوهات، لأ ده بيبدأ هو نفسه يبقى أب بجد، ويعدل كمان على فيديوهات أمينة ويبقى ليه رأي. يبدأ يقول كلام من نفسه، ويبدأ يحضن ولاده قبل ما ينام. وأكتر لحظة صعبة لما الفيديوهات تخلص. أمينة كانت عاملة عدد معين، ويوسف بيصحى يوم بيلاقي القناة مفيهاش جديد، وساعتها لازم ياخد قرارات لوحده من غير تعليمات، من غير صوت مراته. بس بقى إنسان مختلف. وأنا في رأيي الشخصي المسلسل ده مش دراما تقليدية، ده حتة من الحياة. بيكلم كل راجل شايف إن دوره في البيت فلوسه بس، بيكلم كل ست عندها حلم إنها تسيب أثر بعد ما تمشي، وبيكلم العيلة كلها عن الحب والفقد والتواصل. الخلاصة، لو لسه ما شفتش كتالوج فانت فاتك كتير. المسلسل خفيف، 8 حلقات بس، كلهم نزلوا مرة واحدة على نتفليكس، بس التأثير اللي بيسيبوه كبير قوي. مسلسل يخليك تعيط وتضحك وتبص لحياتك بنظرة تانية. وفي الختام قولي بقى في الكومنتات، لو حد غالي عليك اختفى فجأة تتمنى يسيب لك ايه وراه. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان اللي جاي نار. وكان معاكم أبو إياد من قناة لخص لي فيلم.